خمس ماتشات الاهلي وخمس ماتشات لبيراميدز. تعال اقول لك ماتشات بيراميدز والاهلي المتبقيه في الدوري العام. نادي بيراميدز نقص فاركو والبنك الاهلي والزمالك وبتروجيت وسيراميكا كليوباترا. اما الاهلي نقص حرس الحدود والمصري بورسعيدي وسيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي واخيرا نادي فاركو. الفرق بين بيراميدز والاهلي 4 نقاط، بيراميدز 47 نقطه والاهلي 43 نقطه. طب ايه اللي يحصل عشان الاهلي يعدي بيراميدز؟ هنحسب حسبه بسيطه كده. احنا نقول مثلا لو بيراميدز في الخمس ماتشات اللي جايين دولت تعادل ماتشين والاهلي الناحيه الثانيه كسب كل ماتشاته، اذا هنا الفريقين هيتساووا مع بعض، الاهلي وبيراميدز هيتساووا مع بعض في النقاط، ساعتها هياخدوا فارق الاهداف. نقول حسبه ثانيه، نقول برضو هنا الاهلي كسب كل ماتشاته، الناحيه الثانيه بيراميدز لو تعادل ماتش وانهزم ماتش ساعتها الاهلي هيكون فارق نقطه واحده. اذا ما فيش حاجه بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى، ولسه الايام الجايه والماتشات الجايه هنشوف الاهلي هيبقى فين وبيراميدز هيبقى فين. يمكن ربنا يكرم وبيراميدز يقع 3 ماتشات مش ماتشين كمان والاهلي يكسب كله ويتوج بالدوري المصري ان شاء الله.